بعد عدة تجارب متواضعة مع فرنسا وإنجلترا وفيتنام، جاءت الفرصة التي غيرت حياته بالكامل. عام 2008 تولى تدريب منتخب زامبيا، ذكروا الاسم هذا. ورغم الإمكانيات المحدودة للمنتخب الزامبي، استطاع رونار بناء فريق منظم ومقاتل. لكن الإنجاز التاريخي ما كانش غاديك، جاء في كأس الأمم الإفريقية 2012، نعم، في واحدة من أكثر القصص تأثيرا في تاريخ كرة القدم الإفريقية. قاد رونار منتخب زامبيا للفوز بالبطولة لأول مرة في تاريخه. والأكثر رمزية أن البطولة أقيمت في الغابون، البلد الذي شهد عام 93 حادثة الطائرة الشهيرة المأساوية التي أودت بحياة الجيل الذهبي للكرة الزامبية في ذلك الوقت. بعد 19 عام بالتمام والكمال، عاد المنتخب نفسه إلى الغابون ليرفع الكأس القارية بقيادة مدرب الحقيقي هيرفي رونار. هذا الإنجاز حول رونار من مدرب إلى مدرب عادي إلى بطل قومي في زامبيا. أما طموحه موقفش عند هذا الحد. في عام 2014 تولى تدريب منتخب ساحل العاج أو ما يعرف بكوديفوار. كان المنتخب يضم أسماء كبيرة خارجة من فشل في كأس العالم 2014 اللي خرجوا من دور المجموعات بقيادة صبري اللموشي في تحقيق كأس. جاء رونالد بفلسفة مختلفة تعتمد على الانضباط الذهني قبل الخطط التكتيكية. في كأس الأمم الإفريقية نجح في قيادة الأفيال إلى اللقب القاري في 2015 بعد سنوات عجاف طويلة من الانتظار. وبهذا حقق هيرفي رونار رقم قياسي صعيب انه مش يتكرر. اصبح اول مدرب في تاريخ كرة القدم الافريقية يفوز بكأس الامم الافريقية مع منتخبين مختلفين اللي هما زامبيا وكوديفوار او ساحل العاج. إنجاز تاريخي ما زال صامت حتى اليوم كما قلنا. بعد أفريقيا انتقل رونار إلى تحدي جديد مع منتخب المغرب. حين وصل عام 2016 كان المنتخب المغربي يبحث عن العودة إلى الواجهة العالمية وكأس العالم 2018. وخلال فترة وجيزة أعاد الهوية لأسود الأطلس. وفي عام 2017 قاد المغرب إلى التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا، وكان ذلك أول تأهل للمغرب بعد عقدين من الزمن، نعم، منذ نسخة 1998. في روسيا قدم المغرب أداء محترم جدا رغم خروجه من دور المجموعات، وتعادل مع منتخب إسبانيا بنتيجة 2-2، والتي المباراة هذيك أثارت برشا جدل تحكيمي في المباراة هذيك في الهدف الثاني لإسبانيا في آخر الدقائق.